السلام عليكم، شلونكم؟ شلون الصحة؟ مشتاقة لكم جدًا، أعتذر عن فترة الغياب، كانت في ظروف. حبايب قلبي رجعت لكم بوصفات صحية إن شاء الله. هذه وصفتنا الصحية هي زبدة الفول السوداني، زبدة الفستق السوداني، الpeanut butter اللي نسميه نفسه دق السبال بالمناطق الجنوبية أو السبال بالخليجي. شنو تسموه انتو؟ أتصور بعض المناطق يسموه يعني ما أعرف غير أسامي. المهم هو الpeanut butter. راح أسويها لكم بطريقة صحية وسهلة جدًا، وتقدرون تسوون بنفس الطريقة زبدة الفستق الحلبي، زبدة الكاجو، زبدة اللوز بنفس الطريقة. شوف ما شاء الله، ويا التمر اختراع يجنن، يعني صحي، ما بيه أي سكريات ولا دهون مهدرجة ولا أي شي، هي مجرد الفستق السوداني أو الفول السوداني بس. وتقدرون تسوون بأي طريقة بأي مكسرات أخرى بنفس الطريقة اللي راح تشوفوها هسه، من غير أي إضافة ولا زيت ولا أي شي. ممكن بس رشة ملح كمادة حافظة، رشة خفيفة جدًا تضيفوها حتى لا يكون بيه طعم حنحان أو شي. شوفوا النعومة روعة، بس يحتاج لكم مطحنة. حبايب قلبي طبعًا أشكركم جزيل الشكر على الدعم وأتمنى المزيد منه. دعواتكم الحلوة، اتركوا لنا كلمة حلوة بالتعليق، اللي جاي يتابعنا من غير بلد يكتب لنا. مرحب بيه طبعًا الإخوان العرب كلهم. وأتمنى اللي ما مشترك يشترك ولايك. يلا حلو نبدي بسم الله. هذا هو الفول السوداني، نجيبه الفريش الما محمص ولا مملح ولا أي شي، فريش مجرد هيجي. وأي مكسرات ثانية بنفس الطريقة نجيبها فريش، يعني مثل ما نقول إحنا نية، مكسرات نية نحمصها نعطيها تحميصة كلش خفيفة مجرد يشقر هذا. إذا فستق ما يتحمص بس مجرد تحررونه، نريده وهو دافي نخليه بمطحنة، مطحنة تكون قوية مثل هذه، هاي سيلفر كريست، تكون قوية زينة معروفة وسعرها يعني مناسب أيضا. تخلون بيها 3/4 المحتوى، ونشغلها على دفعات مو متقطعة جدا، لا نستمر دقيقة دقيقة ونص ونوقفها، لأن عموما هي هاي المطاحن تحتر يرادلها شوي ترتاح. فتسوونه بالطريقة اللي تحبونه. إذا تريدونه كرنشي اللي يسموه مقرمش أو كرنشي، يعني يشوفونه يذوقونه ياخذونه هيك يريدونه. يردونه لا تماما زبدة يستمرون، يردونه مثل الراشي يستمرون أكثر. وكل شوي ننزل الجوانب، ننزلها ونرجع نطحن دقيقة أو دقيقة ونص، دقيقتين حسب مطحنتكم شلون تتحمل وما تحتر زايد. هو أساسا مو دافي وهي راح تحرره أكثر بالطحن. الطحن ينطي حرارة همين، هو يولد حرارة من الاحتكاك. شوف ما شاء الله هنا صار زبدة ناعمة جدا. أنا ما أريد بعد يعني أخف من هيجي حتى لا تطلع الزيوت وتفصل بعدين، لأن إذا سوينا أزيد مثل الراشي الزيوت تفصل، هو يصير بعد يعني أكثر. شوف ما شاء الله روعة يجنن. طبعا أنا صورته هنا ورا فترة، يلا صورته هسه لكم بالتمر، وهذه كانت يعني طاير نصه. أول صورته بس هيجي، والصورة مالتي اللي خليتها على التوست للأسف كانت الكاميرا ما تصور، بعدين اكتشفتها ما موجودة. فبعدين يعني ورا أسبوع أو شي ما شاء الله استهلكناه، صورت لكم رجعت حتى تشوفون النعومة مالته لما نمسحه على توست أو خبز، ولما نخليه بالتمر. مع التمر اختراع أنصحكم به بعد، إذا اللي عنده قطع شوكولاتة يخلي ويا كل تمراية هم قطعة صغيرة من الشوكولاتة. اختراع يعني الأطفال يعني والله لو أكلوه كلش راح يحبونه. انتم مع القهوة مع الشاي، بدل ما يعني أنا بالنسبة إلي بعد ما أشرب المشروبات بسكر دائما أخلي تمر أو تمر مع راشي أو تمر مع البينت بتر هذه روعة. طبعا أنا خليت رشة ملح حتى تكون كمادة حافظة، ما كانت طالعة بالمقطع للأسف. تقدرون تخلون رشة ملح هيك يعني قرصة بين الأصابع، تكون مادة حافظة تمنع هذه الطعم اللي يصير حنحان ويا استمرارية الوقت. شوف ما شاء الله، شفتوا النعومة لما مسحناه يجنن. مثل ما شفتوا وصفة صحية أتمنى تجربوها، وتقدرون بأي نوع مكسرات مثل ما قلت لكم. السمسم أتصور يحتاج شوي زيت، أنا مرة جربته سويته من غير زيت صار يعني ثخين، لأن هو ينعصر عصر المفروض. شكرا لكم.